قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. ايه وحشتوني جدا، بقالنا كتير جدا ما اتكلمناش. اول حاجة، الفيديو هيتكلم عن 10 نصايح اتمنيت لو حد قالهم ليا وانا في ثانوية عامة. قبل ما ندخل على الفيديو ما تنساش تصلي على النبي. نصيحة رقم 1: لازم تبدأ من المكان اللي انت واقف فيه وما تبصش وراك. يعني ايه؟ يعني انت مثلا واقف دلوقتي في الباب التاني فيزياء، مذاكر الاولاني او مش مذاكر حاجة في الاول، بس انت مثلا في الدرس مثلا واقف في الباب التاني فيزياء ولا عارف بعد ولا قبل. هتبدأ مذاكرة من الباب التاني فيزياء وتذاكر يعني باب تاني فيزياء فيما بعد. الحاجات اللي بعده اللي قبله هتاخده في المراجعة. ما تبصش وراك. تاني حاجة، ما ترضاش بالقليل وذاكر الكتير. يعني انت مثلا دلوقتي حاطط فيزياء وكيمياء واحياء اذاكرهم في اليوم ده. انت ذاكرت الفيزياء والكيمياء وقلت لا انا مش قادر وابقى اذاكر انجليزي مثلا بكره، او الاحياء اذاكرها مثلا بكره. لا، ما تنامش ولا تحط راسك على المخدة الا وانت مخلص كل المذاكرة اللي انت كنت كاتب ان انت هتذاكرها. تالت حاجة، اعمل ملخصاتك لنفسك، لانها تنفعك جدا. لو خدت ملخصات من حد او مثلا من على التليجرام او ايا كان، يبقى ذاكر من كتابك احسن، يبقى ملهاش لازمة. اعمل ملخصاتك لنفسك. هتقولي ده الكلام ده هياخد مني وقت كتير جدا، وقت كبير، وانا مش هلحق، واحنا في فترة خلاص باقي شهرين على الامتحان ومش عارفة ايه. هقولك وانت بتتفرج على المراجعة اكتب ورا المدرس واعمل ملخصاتك لنفسك، والله هتنفعك جدا والمعلومات هتثبت عندك بشكل اكتر. رابع حاجة هي ما تأجلش الجيو واللغات لآخر السنة نهائي. تمام، عشان في ناس كتير قوي بتقول ان الجيو سهلة واللغات وتتأجل في آخر السنة وتتلم في شهر مش عارفة ايه. لا خالص، ذاكرها من دلوقتي واعمل اللي عليك من دلوقتي. وبص، اسحل نفسك الشهرين دول. خامس حاجة، لو عايز تراجع على اللي فات حل عليه. ما تراجعوش بعينك او يعني ما تشوفش اللي هو شرحه كده، انت هتبدأ تحل. عايز مثلا تراجع اللي هو تعمل بدل ما تقرأ من الكتاب او من الملزمة، انت هتقرأ وتعمل لنفسك ملخصات كده اللي هو عناوين وخرائط ذهنية وحاجة تسهل عليك التذكر. بعد كده هتحل وتشوف الحاجات اللي انت واقع فيها وترجع تذاكرها تاني. تمام، دي خامس نصيحة. سادس نصيحة، لو عندك كذا كتاب وعايز تحل فيهم اختار جزء معين حل عليه من كتاب معين، وشوف غلطت في ايه وحدد غلطاتك وذاكرها، وبعدين حل من كتاب تاني. ما تحلش اكتر من 3 كتب. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت دلوقتي هتحل عادي مثلا جزئية مثلا باب اول فيزياء هتحل عن اللي مثلا من كتاب الامتحان. انت حليت وغلطت كتير جدا، هتذاكر غلطاتك وتراجع غلطاتك وتفهمها كويس. بعد كده هتحل مثلا من كتاب تاني على الباب الاول فيزياء بس بعد ما تراجع غلطاتك، عشان تشوف انت غلطت في ايه وهل بتتحسن ولا لا. سابع حاجة، ما تغيرش المدرس بتاعك لو بتفهم منه. يعني ما تجيش تيجي في اخر السنة اللي هو احنا فيه دلوقتي تقول انا هقعد وهذاكر اونلاين لان ايه كده احنا خلصنا المنهج وكل السناتر، تيجي مثلا تقعد اونلاين ومش فاهم حاجة من بتوع الاونلاين. لا، امشي بدماغك. يعني ايه؟ يعني مش صحابي كلهم عملوا كده فانا اعمل كده. عادي، ممكن مثلا تبقى مثلا بتاخد مع مدرس سنتر وبتفهم منه وبيحل كتير ومش مؤثر معاك، ماشي، وما تكونش عادي مش عايز تسيبه بس انت سيبته عشان هما بيقولوا ان انت تقعد اونلاين وكده احسن. اهم حاجه ان انت ما تغيرش المدرس بتاعك لو بتفهم منه وبتحل معاه كويس. واهم حاجه لو انت بتاخد مع مدرس سنتر او منصه، ما تحلش من الكتاب بتاعه بس، لازم على الاقل يبقى معاك كتاب تاني خارجي اللي هو مثلا كتاب الامتحان. ماشي. تامن حاجه، موت نفسك وانت بتذاكر. حتى وانت بتاكل حرفيا ذاكر، ما تسيبش الكتاب من ايدك الفتره دي. يعني الحالتين اللي تسيب فيهم الكتاب وانت بتذاكر وانت بتصلي، قصدي وانت بتنام وانت بتصلي، بس ما تسيبش الكتاب خالص من ايدك. تاسع حاجة، ابعد عن السوشيال ميديا وفخامة السوشيال ميديا. اللي هو انا ذاكرت مثلا 7 مواد في 20 يوم. بلاش تشوف الحاجات دي، والحاجات اللي تحبط دي ما تشوفهاش. مالكش دعوة باللي خلص 40 كتاب مراجعة، مالكش دعوة بكل ده. ركز في نفسك، طور من نفسك، ذاكر اكتر واعمل اللي عليك ولا اكتر ولا اقل. عاشر حاجة، بلاش تركن مواد وما تخافش. يعني ايه؟ يعني لو لقيت نفسك ناسي حاجة في المذاكرة هتفتكرها بالحل، وهتفتكرها مثلا حتى لو انت ما افتكرتش بالحل هتراجع عليها تشوف لها شرح وتفتكرها. ما تقولش لا انا ناسي الباب الاول فراجع تاني الباب الاول. دخلت على الباب التاني لقيت نفسك ناسي الباب الاول فتراجع تاني الباب الاول، فتفضل مزنوق بين الباب الاول والباب التاني. لا، انت خليك ماشي وراجع القديم بالحل. بس كده وكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو محتاج اي حاجة ابعتلي انستا او تليجرام او صراحة. وما تنساش تدخل قناة التليجرام ببعت عليها كل حاجة اول باول. ولو محتاج اي حاجة